السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتي كل الحالة اللي كلتيه قبل كده واللي عملتيه كمان، عشان النهاردة هنعمل أحلى كيك بسكوت اقتصادي سهل ولذيذ وسريع ومش مكلف خالص، من غير دقيق ولا فرن ولا بيض. تقولي عليه بقى كيك البسكوت اللي على البارد، الليزي كيك، كيك الكسلانين، سوكسيه، زي ما يتسميه وزي ما هم ينادوا عليه، المهم عندنا هو الطعم والشكل. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان كمان هنعمل كراميل بمنتهى السهولة، غير الطرق اللي فاتت خالص، بمكون موجود عندنا ومش هيجي في بالك. وكمان هنعمل كمية محترمة من صوص الشوكولاتة بأقل كمية شوكولاتة خام، وده بإضافة مكون برضو متوفر عندنا هيزود الكمية ويعزز الطعم. يلا تعالي نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف احنا عاوزين ايه عشان نبدأ وصفتنا النهاردة. الليزي كيك ده من الحلويات اللي اساسها لازم وجود بسكوت، والبسكوت هنا مش هيشترط اي نوع، اهم حاجة ان تكون البسكوتة محملة وطعمها حلو وتكون سادة، لان في بسكوت زي أولكر بيكون خفيف قوي وهش مش هيستحمل الشغل بتاعنا، فتجيبي اي نوع بسكوت انتي بتفضلي. وتعالي بقى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بولة كبيرة هنحط فيها 4 معالق سكر بودر، والسكر برضو حسب الرغبة يزيد أو يقل. بعد كده بنحط 3 معالق كاكاو خام، أنا عندي هنا حطيت نوعين كاكاو لأن ما كانش عندي الكاكاو الدارك، فحطيت شوية دارك وشوية فاتح. بعد كده انا ما حطيناش لبن بودر، فعشان كده هنعجن السكر والكاكاو شويه ميه وشويه حليب. لكن لو انت حطيتي لبن بودر ممكن تزودي ميه بس وما تضيفيش حليب. هتعمليه بقى كده كويس، هتخلطيه كده بالمضرب يدوي عادي، وبعدين بتضيفي مع وراه الزبدة 4 مكعبات زبدة وأي نوع زبدة بتفضليه وتكوني ضامنة جودته. بعدها بقى عندك خيارين، ان انت يا اما تحطيه في الميكروويف بس عشان الزبدة تسيح، او ترفعيها على نار هادية على ما الزبدة تسيح. بعدها بتحطي 3 معالق كريم شانتيه، وهو ده بقى المكون اللي فعلا بيزود القوام وبيعزز الطعم للشوكولاتة بتاعتنا. بعدها بتحطي بقى نقطتين فانيليا بس عشان الريحة. نيجي بعد كده بقى هنحط شوكولاتة خام، ودي زي ما انتي عاوزة تحطيها خام، تحطيها حتى شوكولاتة من اللي هي بتتباع في السوبر ماركت اللي الولاد بياكلوها كده، دي ما بتكونش خام، دي شوكولاتات عادية بيحبوها. وبرضو نحركه كويس لحد ما الشوكولاتة دي تسيح. نيجي بقى للبسكوت بتاعنا. ممكن تجيبي بسكوت سادة من أي سوبر ماركت أو من محلات المستلزمات الحلويات، بيتباع فيها أكياس كبيرة كده فيها بسكوت، تقريبا الكيس ب15 جنيه ب20 جنيه، وده هيكون أوفر ليكي لأن الكيس ما شاء الله هيكفي عندك صينية حلوة أو قالب متوسط في الحجم. وبعدين بتكسريها بايديكي مش في مطحنه او في كبه، عشان احنا عايزين البسكوت يبقى قطع. كل ما يكون قطع كده بيبقى طعمه احلى في الليزي كيك، وبيبان وحتى بيدي شكل اجمل في الصينيه. بعدها بتجيبي بقى الصينيه او القالب اللي انت هتعمليها، ومش شرط تكون قالب من اللي بيتفتح خالص، ممكن بتاع الانجليش كيك، ممكن صينيه عاديه، صينيه من اللي بتتفتح، براحتك خالص. هنضيفي البسكوت بالتدريج كده في الصوص بتاع الشوكولاته اللي احنا عاملينه، وبتضيفيه بالتدريج عشان تقدري تحركي، وبرده وانتي بتحركي يكون بالراحه. ولازم الصوص ما يكونش لا بارد خالص ولا سخن خالص، لانه لو سخن البسكوت هيبوش ويشرب الصوص ومش هيدي القرمشه بتاعته واحنا بناكل. ولو بارد خالص مش هيشرب الصوص وهتبقى البسكوته ناشفه، فلازم الصوص يكون دافي بسيط وبعدين نضيفه على البسكوت. دلوقتي بقى احنا عندنا اي نوع مكسرات، والاوفر حاجه وارخص حاجه هو السوداني، وده موجود في كل بيت وسهل ان انت توفري. برضو بتجيبي شويه سوداني، بتعملي لهم ضربه بسيطه في الكبه يبقى مجروش، وتضيفيه على الخليط بتاعنا، ده بيعزز الطعم قوي قوي، بيدي نكهه تحفه. بعدين احنا بنكون حطينا كيس بلاستيك عادي من بتاع التلاجة، بنفتحه ونفرده في الصينية كده اللي احنا هنعمل فيها الليزي كيك. وممكن تعملي برضو ورق زبدة، يعني ده او ده الاتنين بيسهلوا الشغل، عشان لما تيجي تقلبي الكيك بتاعك يتقلب سهل جدا وتقدري تخرجيه بسرعة من الصينية.
بعدين بقى بتضيفيه كده شويه شويه، وكل ما تضيفي شويه من البسكوت بالصوص بتضغطي عليه جامد، عشان احنا مش عايزين يبقى فيه اي فراغات، يبقى البسكوت كده ماسك متماسك مع بعضه. بتضغطي عليه شويه بالمعلقه اللي معاكي او بالسباتيولا اللي في ايدك. بعدها بتروحي قافله الكيس البلاستيك اللي احنا حاطينه على البسكوت، بس اهم حاجه بتساوي الوش كويس، وكل شويه بتعملي الصينيه كده خبطتين على الرخامه، بحيث ان ما يبقاش فيها اي فراغات وما فيش اي هواء. بعدين بقى بتقفلي البلاستيك كده على البسكوت على الكيك بتاعنا، ونبدأ نضغط عليه برضو كويس قوي، بحيث برضو ان اهم حاجة ما يبقاش فيه فراغات واي هواء بين البسكوت يطلع، لان لما اجي اقطعها الفراغات دي بتخلي البسكوت مش متماسك، خرطة الكيك مش متماسكة مع بعضها وشكلها مش حلو. بعد ما الصينية خلصت معانا هنسيبها بقى في الفريزر ساعتين على ما نعمل الصوص، او لو مش مستعجلة ممكن تسيبيها في التلاجة 4 ساعات. الصوص بقى بتاعنا بنحط برضو 2 مكعب زبدة، وبرضو زبدة اللي تعجبك. بعدها بنحط معاها الشوكولاتة الخام، او زي ما احنا قلنا برضو دي شوكولاتة من السوبر ماركت برضو عادي الولاد بياكلوها. بعدين بقى بنيجي للمعلقه اللي بتحول الصوص بتاعنا للكراميل، اللي هي معلقه قهوه سريعه الذوبان، اللي بيبقى معاها كريمر، دي بيدي لون وريحه الكراميل بالظبط، من غير بقى ما نضيف اي حاجه تانية ولا سكر ولا الكلام ده كله. 3 معالق كريم شانتيه برضو عشان يزود القوام، ونحط عليها معلقتين لبن بس عشان نخفف بيه الجناش او الصوص اللي احنا هنحطه فوق الكيك بتاعنا. كده الصوص بقى جاهز معايا، نركنه بقى على جنب عشان لازم برضو يكون بارد قبل ما نحطه على الكيك. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبعدين نطلع دلوقتي الكيك من الفريزر او من التلاجة، هنلاقيه خلاص جمد وينفع نصب عليه بقى الصوص او الجناش ونشتغل عليه. شفتي عشان كده احنا حطينا الكيس ده بيبقى سهل جدا، او الورق الزبدة سهل قوي ان احنا نقلبه من الصينية. حاولي بقى تشيلي الكيس كده بحذر وبالراحة، بحيث ان هو ما يكسرش معاكي الكيك. وهاتي الصوص بقى بتاعك اللي احنا عاملينه وبقى بارد، هنحطه بقى، هنبدأ نفرده على الكيك بتاعنا ونحطه على الجناب، نحطه فوق حسب بقى ما انتي عاوزة. هو دلوقتي بقى ريحة الكراميل ونفس لون الكراميل بالظبط. هتبدأي تفرديه كده بالراحة برضو بسباتيولا على الكيك، وزيني بقى وقطعي زي ما انتي عاوزة، وهتقدميه لولادك ولضيوفك وهينبهروا بيه ان شاء الله. اللي هياخد قطعة مش هيكتفي بيها، هياخد تاني، وممكن كمان ياكلوها من الصينية من قبل ما تقطعي ومن قبل ما توزعي عليهم في اطباق. هي اصلا ريحتها تحفة، من غير بوتاجاز، من غير فرن، من غير بيض، اتعملت بالظبط في نص ساعة. لو مستعجلة عليها تقدري تعملي كل خطوة وتحطيه في الفريزر، ولو مش مستعجلة تحطيه في التلاجة. زينيه بقى، حاولي تكسري بس اللون البني كده بأي شوكولاتة بيضة أو جوز هند، شوية سوداني أو أي مكسرات تاني، وقطعيها بقى حسب ذوقك وحسب رغبتك. قبل التقديم تقدري تقدميها باردة كده، ولو لقيتيها ناشفة قوي سيبيها بس نص ساعة قبل التقديم بره التلاجة، هتلاقيها هديت شوية وطريت شوية، فهتبقى سهلة ان انت تقطعي وان انت تقدميها. وكده الكيك الليزي كيك بقى جاهز معانا، من أجمل وأطعم الكيكات اللي ممكن تعمليها. كمان شكلها وتقسيم البسكوت اللي فيها هيشرفك قدام ضيوفك وقدام ولادك. ودوقي بقى القطعة منها والخرطة هتدوب معاكي وهتحسسك بمنتهى السعادة، وهتنقل مودك في حتة تانية خالص. ما تنسيش بقى تعملي لها لايك وتعملي اشتراك للقناة عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. وألف هنا على قلبكم.